عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقص مع بعض طقم من الملايات 6 قطع اطفال فيلات من غير كورنيش، من غير اي حاجه. لو في كورنيش بسيطه يبقى على الخداديه. وان شاء الله هعلمك ازاي تقصي، وهعلمك ازاي تخيطي، وهعلمك كل حاجه باذن الله، وهتمشي معايا واحده واحده. انا هنا معايا مثلا هنعتبر مثلا دي المرتبه. بقص طبعا طول المرتبه 240 اهو، 240 من هنا لهنا، ومن الجنبين، من الجنب ده للجنب ده اهو كده هيبقى مترين. هيبقى الطول من المخدة هنا لغاية الرجلين هيبقى 240، هيبقى مترين. تمام. طب طول المخدة، طول المخدة معانا معروف المتر وعشرين، في عرض ثابت 90 سنتي، والخداديات هتبقى 55 في 70. تمام كده اهو، انا كاتباهم لك اهو، عشان لو انت نسيتي واحنا بنقص وبنشتغل عملي هيبقى باين معاكي كل حاجه. بصي، طول المخده، طول المخده هيبقى متر وعشرين اهو، متر وعشرين سنتي. عرض الخداديه 55 اهو، عشان ما تنسيش. بس طول الملايه طبعا عرض الخداديه الطول بتاعها بقى اهو، طول الخداديه هيبقى متر واربعين، متر واربعين. تمام. هنا برضو في عرض المخدة، عرض المخدة اهو، عرض المخدة 90. طول المخدة متر وعشرين، عرض المخدة 90، عرض الخدادية 55. طول الخدادية عشان هنقسمه على 2 متر واربعين، ونقسمه على 2 هيبقى 70. طول الملاية من البرسل هيبقى 240 من البرسل للبرسل، وعرض الملاية هيبقى مترين من الجنبين. عشان كده كده السرير بيبقى معظم الأوقات بيبقى جنب الحيطة، يعني مش في النص، فالطول ده هيبقى مناسب. تعالوا بقى نشوف العملي. العملي اهو، انا معايا متر اهو، انا المفروض اجيب 6 بس انا عشان هدخل لونين مع بعض وهعمل ماتشنج، فانا قصيت متر لوحده هعمل له خدادين اهو. هاخد بقى المتر واربعين بتوعي اهو، ادي متر وادي الاربعين. تمام كده اهو، هوريك اهو واحده واحده اهو. انا كده لسه هقص من المتر اللي انا قصاه للخداديات. المفروض ان احنا بنساوي كده اهو، انا قست متر واربعين وسويت القماش وهقص اهو. بسوي القماش كويس عشان ما يكلكعش معايا. تمام كده. هاخد الحته الكبيره دي وهقسمها 2 عشان يطلع لي 55. هو التاجر انا جايباه متر بس هو مزود لي شويه، مزود لي حوالي 7 سنتي 8 سنتي كده، فهيبقى مصفصفه معايا على 52 53، فمقاسها حلو اهو. هبتدي اساوي كده واظبط اهو. بص انا بظبط معاكي اهو، واحده واحده اهو. طرف على الطرف اهو، هحوش لك دي كده عشان تبان، وايه، واظبط كويس قوي اهو، واضح كده اهو. ونتاكد برضو طرف على الطرف عشان مفيش حاجه تقرب منك. لو انت لسه مبتدئه ومش مظبوط معاكي القص، خلي حد يمسك معاكي، يا اما تساوي على الارض او على الترابيزه اللي يعجبك. انا بساوي واحده واحده اهو، لان هي اصلا ايد التاجر اللي بيقول
بص مش مظبوطه في القص. كده انا قسمتهم 2 زي ما هما كده، وهروح قسمه 2 تاني اهو، عشان انا هركب في الخضريه دي كورنيش، هتبقى خضريه منفصله اهو. ممكن اعمل كل واحده لوحدها. اهو نفضي قماشك كويس قوي، اظبطي الطرف على الطرف، وهتروحي قصه كده. سهل جدا ومفيش حاجه صعبه. دي كده خداديه، وادي التانية. وادي التانية اهي. قص سهل وجميل ومفيهوش اي حاجه، ولو انت كاتبه مش هتنسي حاجه ومش هتلخبطي اهو. بس هي القماشه مش مظبوطه شويه عشان ايدي التاجر اهو. انا بحاول اظبطها وان شاء الله تبقى كويسه يعني. واضح كده اهو. كده انا عملت الخداديتين. طب الحته اللي فاضت مش هرميها طبعا، هاخد منها القلابات اهو. هعمل كده زي ما عملنا في الاول. بصي 54 هاخد كده واروح هقيس 20 سنتي، خليها ايه 22 سنتي عشان الاوفر والتانية، عشان الاوفر وايه والتانية. انا مش عايزه اعلي ايدي عشان تبقى مظبوطه معاكي. دي 22 سنتي، عايز تعمليها 20 براحتك اهو. دي القلابات سهله جدا ومفيش اي حاجه. هفتح من هنا عشان يبقوا القلابين معايا كده. القلابين بتوع الخداديتين كده خلصت. هخش بقى على الملايه. في الاول خالص انا هطلع من الملايه دي المخدات. هبدا بالمخدات. المخدات طولها هيبقى كام؟ العرض بتاعها 90 سنتي اهو. 90 سنتي، انا هقيس 90 سنتي وهقص اهو. ده عرض المخدات اهو. طبعا القماشه كبيره، هحاول افردها قدامك هنا وانفض كويس عشان القماشه تطلع مظبوطه، عشان التاجر لما بيقص في الزحمه ايده مش بتبقى مظبوطه شويه. تمام كده اهو. انا بساوي على قد ما اقدر اهو. دي كده هتبقى 90 سنتي اهو. كده انا خدت المخدتين بتوعي اهو. خلي دي كده الملايات على جنب. احط البرسل على البرسل عشان البرسل ساعات ما بيبقاش مظبوط اهو، عشان اطلع مخداتي مظبوط اهو. سويت انا كده اهو. تمام اهو. احنا نفضل كده اهو ونساوي عشان القماش ما يبقاش مكلكع معايا اهو. كل حاجه سهله ان شاء الله. كده انا عملت مخدتين اهو. كده طلعت مخدتين اهو، واحده شمال واحده يمين عشان يبقى على المقلوب على طول اهو. ادي واحده دي اتنين. بصوا واسعه وحلوه ازاي
ولا ضيقه ولا واسعه قوي، يعني المقاس ده مظبوط وعلى طول شغاله بيه. كده خلصنا المخدتين. هنخش بقى على الملايتين. انا الملايات دي مش هحط فيها ولا كورنيش ولا اي حاجه علشان مبتدئين، فببدا معاكم واحده واحده. بوريك ازاي اقص الملايه. الملايه اهي، ده سرير اطفال 1.20 متر. هنزود 40 من هنا و40 من هنا، هيبقى كام؟ 280 متر. لا هيبقى مترين اهو، من مترين واقطع ده عشان الجنبين. انا هنا هطلع الزياده هعمل بيها كورنيش. واضحه كده اهو. انا كده خدت مترين. انا بوريكي واحده واحده. انا كان ممكن اطلع نص متر اللي هيفيد اهو كده. ممكن ايه مش حاجه. ادي كده ملايه مترين اهو. وادي التانية. لو لقينا فيها زيادة هناخدها للكرانيش، ما لقيناش زيادة هنتصرف هنا. 1 2. لا دي حتة صغيرة مش هتنفع. يعني كده احنا ايه خلصنا. عملت معاكي ملايتين عرض طول من البرصل للبرصل عند الراس والرجلين 2 متر و40، والعرض من الجنب للجنب مترين. دي كده طول الملاية الأطفال. والمخدة طولها 1.20 متر في عرض 90. لما تقسميها هتديك 45. والخدادية 55 53 شغال في طول 1.40 متر. لما تقسميها نصين هتبقى 70. وكده الطقم خلص خلاص. ان شاء الله بقى هوريك الفيديو الجاي ان شاء الله وانا بقفل وبعمل اوف. متنسيش اللايك والاشتراك وشكرا جدا.